ياه، فكرتني. ده أنا كنت دايما الأول على الدفعة. جملة كلها براءة، بتعبروا فيها عن قد إيه انتوا فرحانين بإن انتوا عملتوا إنجاز معين أو حققتم حاجة، وتسمعوها من واحد. كلنا في حياتنا حد، سواء في العيلة أو في الشغل أو حتى بين أصحابنا، لازم كل حاجة تبقى بتدور حواليه هو وتبقى عنه. تبقوا قاعدين بتشكوا من مشكلة بتعدوا بيها، ويروح خابط بق زي ما خلاص يا عم دراما كوين، هو انت بتسمينا دي مشاكل؟ ما لو حكيت لك انا حصل معايا ايه بقى. وهو ده اللي هنتكلم عنه النهارده. ايوه، زي ما قلت كده بالظبط، النرجسي. ازيكم؟ انا يوري فريد. النهارده احنا مش هنتكلم عن كل النرجسيين في العموم، احنا هندوس اكتر واتقل من كده شويه. بصوا، خلينا متفقين على تعريف بسيط كده. هو ان النرجسيه مش ان انت تحب نفسك وتكون مهتم بنفسك وبتثق فيها. دي كلها حاجات طبيعيه ومطلوبه، علشان انت لو ما عملتهاش لنفسك وبنفسك مفيش حد هيعملها ليك. لكن لما الثقة في النفس دي تتحول لهوس بالأنا، هنا يبدأ الألم. الجمعية الأمريكية للطب النفسي بتعرف اضطراب الشخصية النرجسية Narcissistic Personality Disorder كواحد من اضطرابات الشخصية، وأهم صفاته بقى إحساس مبالغ فيه بالعظمة، واحتياج مفرط للإعجاب، ونقص في التعاطف. المثير والمرعب في نفس الوقت إن النرجسية مش بس بتأذي الناس اللي حوالين الشخص النرجسي، لا ده هو كمان بينوله بالحب جانب. دكتور سام فانكن، واللي يعتبر من الناس اللي اتكلموا عن النرجسية بشكل موسع، بيقول إن الشخص النرجسي بيعيش في عالم خيالي بيبنيه لنفسه علشان يحمي نفسه من أي إحساس بالضعف أو الفشل. تخيل إنك تعيش طول الوقت في رعب وقلق من إن الصورة اللي أنت رسمتها لنفسك وعايش بيها حرفيا تنهار. بس لو حبينا بقى نسأل هل النرجسية في حتة صحية أو لأ، هنلاقي مثلا إن دكتور جريج مالكن في كتابه اللي اتنشر سنة 2015 بعنوان Rethinking Narcissism قال إن النرجسية مش بس أبيض وأسود، لأ هي أوسع من كده بكتير. يعني عندكم مثلا النرجسية الصحية، ودي حاجة بنحتاج ليها كلنا بدرجات مختلفة. لما الواحد يكون فخور بإنجازاته وبيحب نفسه بشكل معقول، ده أكيد جزء طبيعي من التوازن النفسي. لكن لما حب الذات يتحول لهوس هستيري بالإعجاب والتقدير، فيوصل صاحبه إن هو يستهلك اللي حواليه، هنا طبيعي نشك شويتين. في دراسة عملتها دكتورة ليزا بيكر سنة 2017 على 500 شخص، لقت إن النرجسية الصحية بتساعد الناس على النجاح في حياتهم الاجتماعية والعملية، لكن النرجسية المرضية بتوصل لعلاقات سطحية ومشاكل نفسية زي الاكتئاب والقلق المزمن وغيرهم. ومن أكتر الحاجات اللي بتربكنا وبتخلينا مش عارفين اللي نتعامل معاه ده إيه، وإذا أصلا كان شخص سوي أو لأ، هي إن النرجسية مش نوع واحد، لأ، في نوعين رئيسيين: نرجسي واضح ونرجسي خفي. الجرانديوس نارسيسست أو النرجسي الواضح، وده زي ما هو في اسمه كده بيكون ظاهر، بيحب يكون سنتر الانتباه كده، ودايما بيدور على الأضواء. تلاقيه بيبالغ في إنجازاته، ويحب يبان الأذكى والأهم في أي مكان هو موجود فيه. وخليني أقول لكم إنه ده في الغالب يكون نكتة، ومفيش منه أذى، لأن في حاجات كتير بتبقى أوفر قوي لدرجة إن أنتم ما بتقدروش تاخدوه بجدية أصلا. ومن أهم العلامات اللي بتكون موجودة فيه هي الكلام عن نفسه. ده بيحب نفسه أكتر ما ميرفي بيحب قوانين الفيزياء. أما النوع التاني فهو الكوفرت نارسيسست أو النرجسي الخفي، والنوع ده في الغالب مش بيتفقس بسهولة. مش هتلاقوه بيحب يظهر بشكل مباشر، ودايما يحب يلعب دور الضحية قوي في نفسه. شاطر قوي في إن هو يعيش كل اللي حواليه حاسين إن هما محتاجين يكونوا جنبه وبيساعدوه، لا وكمان إن هو يستحق المساعدة دي، وبيفرض سيطرته عليهم بطرق ملتوية ثعبانية كده، زي إن هو يحسسهم بالذنب أو يتلاعب بيهم عاطفيا، أو الاتنين. بجد زي الشخصية اللي في الأفلام اللي تبقى قاعدة معاك ومبتسمة في وشك وهي بتخطط ضدك في الخلفية، وأكبر علامة عليه
هو إنه دايما يحسسكم إنه أنتم اللي واجب عليكم تدوه، وأنتوا اللي تضحوا، وهو بحكمته الفارغة يستاهل كل ده. في دراسة اتنشرت سنة 2019 في Journal of Personality Disorders وكانت بتقودها سارة فايسمان، لقت إن النرجسي الخفي ده أخطر بكتير، لأن هو دايما بيوهم اللي حواليه إنه مظلوم وطيب، بس في الحقيقة هو بيستخدم الأساليب دي علشان يثبت سيطرته عليهم. وللأسف نادر جدا إن حد من اللي حواليه حتى يشك إن الشخص ده ممكن تكون عنده مشكلة وإنه فعلا مؤذي. خلونا بقى ناخد نفس عميق ونسأل سؤال صغير: إيه ممكن يكون إحساسك أو إحساسك لو كنتم في علاقة مع شخص زي ده، سواء كانت علاقة أسرية أو علاقة عاطفية أو علاقة عمل، أو حتى لو كان خطفك وطالب فيك فدية وملففك حوالين نفسك؟ بتحسوا إنكم دايما الغلطانين، ومهما عملتم عمركم ما بتكسبوا ولا حتى نقاش بسيط. النرجسي هو الكائن اللي ممكن يفقدك الثقة في نفسك وفي العالم كله حواليك. خلينا نتكلم عن النرجسيين في دوائرنا من الأبعد للأقرب. يعني مثلا في الشغل، النرجسي بيحاول إن هو يظهر إن هو الشخص اللي بيعمل كل حاجة، وعادي جدا يستعملك سلم علشان يترقى. نتعامل إزاي مع شخص زي ده؟ المواجهة بشكل مباشر مش أحسن حاجة، لأنه في الغالب هيتعامل معاها إن هي تهديد مباشر ليه حتى لو مش مبين. التركيز على الشغل وتسيبوا إنجازاتهم هي اللي تتكلم، ده أفضل حل. ولو في فرصة تشاركوا ملاحظاتكم مع مدير ثقة، بس بهدوء وذكاء. في العلاقات العاطفية بقى، النوع ده بيكون مسرحية تراجيدي من 3 فصول. الفصل الأول هو التقديس. في الأول هيحسسكم إن هو فارس الأحلام، كلامه بيدوب ويعيشك في الجنة، بيقول درر. الفصل التاني التقليل، فجأة كل حاجة غلط تبقى فيك ومنك وإنت مش كفاية. الفصل التالت بقى هو التجاهل، لما يبطل يستفيد منك فجأة هتلاقي الاهتمام المبالغ فيه ده اختفى وبدأ يدور على ضحية جديدة، ده ما كانش وقعها خلاص. والحل لما تحسوا إن انتوا مش كفاية رغم إن انتوا عملتوا كل حاجة تقدروا عليها، هنا تاخدوا خطوة لورا وتبدأوا تراجعوا الموقف من الأول. النرجسي بيعيش على تصديق إحساس إن انتم اللي دايما محتاجين ليه. اقلبوا الترابيزة، عيشوا حياتكم من غيره. الأهم والأعقد بقى لو النرجسي ده عندك في العيلة، وهنا بقى نيجي للكلام التقيل، لأن وجود نرجسي في العيلة من أكبر التحديات اللي الواحد ممكن يقابلها، خصوصا لو كان النرجسي ده أب أو أم. في كتابها اللي اتنشر سنة 2015 بعنوان Adult Children of Emotionally Immature Parents، دكتورة لينسي جيبسون قالت لما اتكلمت عن الأهالي النرجسيين سمتهم الوالدين العاطفيين الفارغين. مشكلتهم إن هم بيشوفوا أولادهم كامتداد ليهم مش كأفراد مستقلين، وللأسف هدفهم مش إن هم يساعدوا الطفل إن هو ينمو ويكبر، لكن إن هم يستعملوه كوسيلة علشان يخلوا صورتهم الاجتماعية في وسط الناس أحلى. فتلاقي أهالي مش بيقولوا لأولادهم، الولاد والبنات، إن هم شاطرين لو عملوا إنجاز مثلا أو نجحوا في امتحان، لأنه في الغالب بس بيستغل الأولاد علشان يلمع صورته قدام الناس. فمثلا ممكن يقولوا شفتوا الولاد عملوا إيه، أو ابني أو بنتي عملوا إيه، كل ده بسبب تربيتي العبقرية. Harvard Study of Adult Development، دراسة استمرت على مدار 75 سنة عملها دكتور مارك شولتز، لقت إن الأطفال اللي اتربوا في بيئة الأهل فيها نرجسيين بيعانوا من شوية حاجات، أهمهم قلة ثقة في النفس وصعوبة في التعبير عن مشاعرهم والميل لتكوين علاقات مؤذية في حياتهم المستقبلية. الغريب ومش غريب في نفس الوقت هو إن الناس اللي بره بتشوف الشخص النرجسي ده شخص جذاب وكاريزماتيك. دكتور أوليفر جيمس قال إن النرجسي عبقري في إن هو يخفي عيوبه قدام الناس، لكن في علاقاته المقربة مش بيحاول يخبي وشه الحقيقي. نتعامل إزاي؟ فصل المشاعر شوية ونفتكر إن معظم اللي بيعمله مش علشاننا، علشانه هو. نحط حدود واضحة. لما نرجسي يحاول يقلل منك اسأل نفسك سؤال: هو الكلام ده حقيقي؟ في أغلب الأوقات هنكتشف إن الكلام بتاعهم ده مجرد تلاعب عاطفي. الدكتورة ويندي بيهاري في كتابها المنشور سنة 2008 بعنوان Disarming the Narcissist بتقول إنه من الممكن تجنب الدخول
في صدام مع الشخص النرجسي باستخدام لغة محايدة. مثلا بدل ما نقول أنت غلطان، نقول ما تيجي نبص على الموضوع من زاوية تانية. في الآخر الشخص النرجسي دايما بيحاول إن هو يستهلك طاقتك النفسية. طيب والحل؟ طور نفسك، استثمروا وقتكم في نفسكم، ودايما حاول تطور نفسك بعيد عنه. إزاي تعرف إن أنت بتتعامل مع شخص نرجسي؟ دايما هيحسسك إن أنت مش كفاية، دايما المواضيع حواليه هو مش حواليك. لما تحاول تبني حدود يستغل الموقف علشان يحسسك إن أنت إنسان وحش. أهم حاجة تعرفها وأنت بتتعامل مع شخص نرجسي هو إن أنت في الغالب مش هتقدر تغيره، لكن تقدر تحمي نفسك. افهم اللي بيحصل، لأن الإدراك هو أول خطوة للتعامل مع شخص نرجسي. حدد حدودك، ومهما حاول خليك ثابت على موقفك، واطلب الدعم لو احتجت. النرجسيين شاطرين جدا في الاستنزاف للطاقة، فخليك مصحصح لهم. وفي النهاية مش كل الناس اللي عندهم صفات نرجسية أشرار، لكن لو لقيت نفسك في علاقة بترهقك عاطفيا خد خطوة وراجع الموقف، وافتكر إن قيمتك مش بتيجي من كلام حد، بس من جواك أنت. ولو شفت نفسك في النرجسي نفسه لسه في فرصة تبقى أحسن. ومادام وصلت لحد هنا أنا كده مطمن عليك، وهستناكم تحكولي في الكومنتات لو كنتوا عديتوا بتجربة مع شخص نرجسي وقدرتوا تتخلصوا منها إزاي، ولا شايف نفسك نرجسي. مش هغيب عليك، هرجع لك تاني نفتح موضوع جديد. ولو عجبتكم الحلقة ياريت لايك وشير وفولو، ولو على يوتيوب ياريت سبسكرايب. شكرا.